تحياتي. بص هقول لك، لازم اقول لك المره دي اقول ايه. المره دي انا عايز اقول راي مهم جدا يلمسني كمواطن مصري. عايز اقول للاستاذ الاعلامي القوي جدا اللي هو من عيله اعلاميه معجون اعلام، الفنان الاستاذ الاعلامي ابو حنجره ذهبيه اللي زوره قوي جدا ده، الاستاذ عمرو اديب. يا استاذ عمرو اديب، ليه ما بتقولش الحقيقه كامله؟ ليه بتشتغل على تغييب العقول؟ ليه لما انت ليه بتحجم مصر؟ ليه عايز المصريين يا اما نبقى مع اخواتنا في الخليج، يا اما نبقى ضد ايران، يا اما نبقى مع ايران نبقى ضد اخواتنا في الخليج؟ ليه بتحجم دور مصر؟ رئيس مصر وقياده مصر الحكيمه على مسافه واحده مع كل اخواتنا العربيه، مع كل امتنا العربيه على مسافه واحده. ليه انت بتحجم مصر؟ ليه بتصب على الضلمه ضلمه؟ صب على الضلمه نور وقول رايك للاخر. بطل تلاقي اسيادك، قول الحق، قول كلمه الحق. رئيسنا المحترم عبد الفتاح السيسي بيدير الدنيا حوالينا وبيوفر وبيجمع مش بيفرق. الرئيس سيسي بيستاهل الحكمه ونور عقله، بيعرف يجمع ازاي وما بيفرقش. بتدخله هيلم الشمل وهنقف ايد واحده وهنرجع كلنا امه واحده، امه قويه. لازم نرجع لامه قويه، ما ينفعش واحد مننا ينقص. يا فندم الرئيس سيسي بيجمع ما بيفرقش، بيقول لنا وبيحفزنا ان احنا كلنا واحد. وطننا العربي ده جزء مننا، امننا القومي مرتبط بامن الوطن العربي ككل. احنا واحد. عايز تقول وضح الحقيقه كامله، مش يبقى المصريين اللي بيأيدوا اخواتنا في الخليج يبقوا ضد ايران وضد ناس ثانيه، واخواتنا اللي بيأيدوا الايرانيين او بيقولوا كلمه طيبه وسطيين يبقوا مش كويسين وضد اخواتنا في ايه، في الخليج. ليه كده؟ احنا امه واحده، لازم ننهض ببعض، لازم نقول الحق بقى. انت لا محتاج شهره ولا محتاج فلوس، حضرتك قيمه وقامه. قدر اللي انت بتعمله ده، صوتك وحنجرتك دي هيتحاسب عليها يوم القيامه. افرش وجهز للرئيس، افهم اقرا ما بين السطور اللي الرئيس الجمهوريه مصر العربيه عبد الفتاح السيسي بيقولوا ويبعتوا رسائل. اشتغل شغلك، اعمل شغلك مظبوط، بطل تلاغي اسيادك، اشبع بقى. زورك ده ايه؟ سامحوني انا اسف لو كنت انا قلت، بس انا ما بطولش على حد، انا بتكلم بغير على بلدي وعلى وطني وعلى قيادتي الحكيمه وعلى الوطن العربي كله، ومش عايز تفرقه، عايزين نلم الشمل. تحياتي لكل جمهوري والناس الجميله، وسامحوني لو كنت طولت عليكم. ومستني اجابه من الاستاذ عمرو اديب، ليه بتصب على الضلمه ضلمه ما بتصبش على الضلمه نور؟ ليه؟ ليه ما بتصبش على الضلمه نور؟ ليه بتجتزئ الحكايه؟ ليه بتغيب الوعي؟ انت محتاج ايه تاني؟ لو سمحت بلاش تغرد السرب. القلب اللي انت فيه ده قلب مش كويس. رئيس سيسي على مسافه واحده مع كل امتنا العربيه، بيجمع ما بيفرقش. تحياتي وسامحوني، وتحيه من هنا من بستان ورد المودرنست. حبايبي الجمهور الجميل، مع السلامه.